بالإعدام. كيف يدافع عن شرفه، يدافع عن نفسه؟ هذه 9 حالات بهالشكل، جرائم شنيعة ارتكبها الجاني ضد ناس أبرياء دافعوا عن شرفهم وعن نفسهم، تم الحكم عليهم بالإعدام. يبدأ شنو الحجة اللي عند الأخ من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويقول هذول كيف يتم براءتهم بدون تنازل ولي الدم؟ هذول أبرياء تنازل ولي الدم ولا ما تنازل؟ مش هذه اللي فيها تنازل ولي الدم. وانا حنترك لمحمد الله واحد منكم بعد ما نطلع يقرا الوقائع على الاقل 9 هذوم اللي انا كتبت عليهم براءه، يقرا عليكم التفصيل شنو الجرائم، ما نبيش نقراها هنا، شنو الجرائم اللي ارتكبوها الجنات واللي تم قتلهم، ورحتوا انتم حكمتوا بالاعدام على اللي يقتلوا الجنات. هذا بريء. وهذا اذا كان مش محمد ولا منه ولا البغدادي كلكم من اللجنه الشعبيه العامه للعدل، اذا كان القانون اللي تحكموا به بهذا الشكل يحتاج الى التعديل بسرعه ولا تدبروه كيف؟ وتصدروا قانون. اذا كان مره انا قال لي رئيس المحكمه العليا اللي تقاعد، ممكن لقب البوعيشي مش عارف، ممكن متقاعد، اي مره في المدرج الاخضر قعدنا نتناقش على قانون العقوبات، وكان في يقول لي والله التعديل اللي قالوا الشريعه الاسلاميه ان القاتل يقتل. القاتل يقتل حتى اذا كان يدافع عن شرفه والله عن كيف يقتل؟ القاتل اذا كان ظالم معتدي اثيم يقتل، اما اذا كان القاتل يدافع عن شرفه ولا عن نفسه كيف يقتل؟ لا، هذه الشريعه قالوا لنا القاتل يقتل. كيف القاتل يقتل؟ وفي الاسلام شهيد حتى لو قتل وهو يدافع شهيد. اي هذول الشهداء في الاسلام اللي يقاتلوا عن شرفهم وعن نفسهم، هذول شهداء. مش يقتلوا في الطرف الاخر الجاني المعتدي، هذا معتدي. تفضل استاذ. هذا من الشعبيه العامه للعدل. بسم الله. تفضل. بسم الله. اولا القانون واجب التطبيق هو قانون القصاص والدية، وقانون القصاص والدية يقضي بمعاقبة كل من تعمد إزهاق روح إنسان بالإعدام. عفوا الصوت راه مش واضح، ما نسمعش كويس. القانون الواجب التطبيق والساري في ليبيا الآن هو قانون القصاص والدية. هذا القانون ينص على أنه كل من تعمد إزهاق روح إنسان يعاقب بالإعدام، بينما القانون الوضعي عفوا كل من تعمد إزهاق روح إنسان، كل من تعمد إزهاق روح إنسان به القتل عمدا، بينما قانون العقوبات الوضعي يقول أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح القتل العمد إلا في أحوال 4 من بينها هذه الأشياء التي تحدث عنها حضرتك. القانون الوضعي الغير مطبق ينص قواعد العامة لقانون العقوبات تقول أن حق الدفاع الشرعي المكفول للعامة والكافة لا يبيح القتل العمد إلا في أحوال 4 من ضمنها كل من نعم. واضح. أما بالنسبة للواقع الذي تحدث عنه حضرتك، هذا لما وجد في بيته واقتلى قام بتقطيع أجزاء ورماه في البحر. علموا هذا بكل الأحوال. أنا هذا رأيي، وأنا هذا وش من واجب يقول الكلام هذا، على الأقل أمام الله سبحانه وتعالى لابد القاتل يقتل. عفوا ايش هذا اللي قلت رماه في البحر؟ كيف ما سمعتهاش كويس؟ نعم، اللي قلت رماه في البحر من البحر ما سمعتهاش كويس. كيف؟ هو فوجي به انه هو في بيته في حجرة أخته. في بيته في حجرة أخته. وجوه 2 أخوة وافتحوا الدولاب لقوه متخبي في الدولاب. امسكوه واقتلوه. ومن ثم قطعوه أطراف. وخذوه وتحرموه بالثقالة في البحر في طبرق. هذه الواقعة. أنا كنت القاضي الذي قضى فيها ذلك الوقت. قضي في حقهم بالإعدام 2، مشت المحكمة العليا. المحكمة العليا أقرت الإعدام لشخص والسجن المؤبد لشخص آخر.
ما فيش تنازل. بالنسبة للشريعة الإسلامية التنازل في يد ولي الدم. ليش يحكم عليه بالإعدام هذا؟ لأن تعمد إزهاق روح إنسان. والإنسان هذا وين يلقيه؟ هذا القانون يقول لك. ما لما نرجع للقانون الوضعي هو يبيح الدفاع الشرعي، لكن بالنسبة لقانون القصاص والدية القاتل يقتل. قانون القصاص والدية الشريعة الإسلامية القاتل يقتل. هذا غير يقطع بس، هذا المفروض ياكله يفرمه. مش معقول. قريتها وشوف هذا مش ذنبك انت ولا ذنب حد، مضبوط. هو هذا الخط اللي موجود. انكم انتم في مرة من المرات قلتوا الشريعة الإسلامية، خذيتوا كلمة القاتل يقتل زي ما يقول الأستاذ تو، بغض النظر عن قتل ليش، حتى الدفاع عن الشرف عن النفس ما دام قتل يجب يقتل. وهذا شيء خطير. يعني جرت عمليات حكم بالإعدام وربما نفذت السنوات اللي فاتت. ظلم، حاجة غير معقولة. القانون بتاع الشريعة والقانون الوضعي ما يختلفنش في الأشياء الجوهرية. يعني إن القاتل الدفاع عن الشرف وعن نفسه مش عارف ايش، هذا ايه، هذا حتى الشريعة الإسلامية أكيد تقول هيك. منين خذيته؟ ما تقولوش القاتل يقتل وخلاص، مش معقولة هذه. من يقبل بها؟ أي شريعة هذه؟ لا 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 لا، ما يجيش هذا. لا هذه بسرعة يا أستاذ. لازم أحكام الإعدام كان بالطريقة هذه لازم توقفي لغاية ما تعدلوا القانون وتدبروا كيف، ولا ترجعوا للقانون الوضعي. عندنا في القانون الوضعي سبق الإصرار والترصد القتل عمدا عنده شروط، مش غير قتل هيك، حتى مش قتل صدفة، مش حتى الدفاع عن النفس والشرف بس، لا حتى القتل الآخر غير هذه الأشياء، لكن ما لم يكن مسبوق بالإصرار سبق الإصرار والترصد. ايه يبدأ ما هوش قتل عمد، ما عقوبته مش الإعدام إلا إذا كان فيها إصرار وترصد للضحية، وحتى ويكون ما هوش الدفاع عن الشرف ولا عن النفس. لا ردوا بالكم، هذا شيء خطير بكم حتعدموا الناس كلها. كيف؟ لا معناها يوميا بتعدموا كم واحد وانتوا روحكم كلكم. لا 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 لا. محمد بعد اللي نطلع تقرا هذه، خلع على الهواء ما فيش بس. هذول من التسعة اللي كتبت عليهم براء للدفاع عن النفس. طبعا مش ذنب الاستاذ الامين اللجنه الشعبيه العامه العدل، ولا ذنب القانون اللي محطوط بهالشكل. مش معقوله هذه. وانا قال لي الاستاذ الامين رئيس المحكمه العليا السابق قال لي هذا الكلام، قال لي وقت ما دخلتوا الشريعه وقلت القصاص والقاتل يقتل، بدينا خلاص يلقوا القاضي يلقى اي واحد قاتل يقتل. انت قتلته؟ قال لي قتلته، خلاص يبدو نعدموك، ما ينشداش حتى ليش. كيف كان الدفاع عن الشرف ولا عن النفس؟ انت بريء، انت بريء. انت شو مشيت له في بيته؟ هو جاك في بيتك ودافعت وقتلته، اذا بريء 100%، بلا تنازل ولي امر ولا حاجه. ايوه الاستاذ موقفه صحيح واضح، لان القانون اللي قدام هيك يقول. زين، انا اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.